بسم الله. نروح الفيديو الثاني، التمرين الثالث. هاوليك عادو التمرين اللي عنده. واش عندنا؟ هاوليك التمرين. هاوليك التمرين. واش قال لك في التمرين؟ قال لك المخطط التالي. هذا المخطط تقريبي مخطط راهو في السوجي. المخطط التالي يمثل او الاتي يمثل دراسة قام بها مهندس شركة كوسيدار. شركة كوسيدار معناتها هذه هذا المخطط اللي دارو كامل لتوصيل المياه من سد الداموس إلى العاصمة. هنا العاصمة وهنا داموس. كيفاش عرفت؟ نكمل لكم. عن طريق أنبوب يمر من أعالي بلدية قراية. الأنبوب ينطلق من أ إلى أف. هنا كيفاش عرفت بلي يبدا من داموس إلى العاصمة؟ هاي النقطة اللي ينتقل منها إلى الأف وفق المخطط من أ لإي سي دي أو اف. اول ملاحظه نقولها لكم، كي تكونوا تحلوا مع ولادكم هذه التمارين في الدار خلوهم يرسموا الشكل، خليهم يعاودوا يرسموه. علاه يعاودوا يرسموه؟ اول حاجه راح تخفى في يدهم في الهندسه وفي الرسم، ثاني حاجه كي يرسموا راح تروح لهم ديك الخلعه. خلوه يرسموه ويحطوا فيه المعطيات. هذه اهم نقطه واهم حاجه لازم يتعلموها اولادكم، انهم يحكموا التمرين يكتبوه ويحطوا فيه كم معطيات. علاه؟ دوك انا كي نحط المعطيات في الرسم تاعي ماشي كل مره نروح للسوجي نحوس على هذيك نحوس هذه كم تساوي كم تساوي. نحط المعطيات قدامي، نحط الرسم كيما راهو قدامي ونبدا نحل التمرين بكل اريحيه. نبداو على بركه الله. اول حاجه شوفوا واش عندنا. الشكل او يبان راح نقسم الشكل الى مثلثات. هما راهم راسمين مثلثات. اول وحده هي اسي، نقطه ا يعطوها لنا. انا راح نحوس على هذه، ما عنديش. هذه عطاوها لنا هي ا على 2 وهذه ما عندناش. اول نقطه انا راح نبدا بها نحلها هي هذه. علاه؟ هذه اسهل عمليه، هذه اسهل عمليه عندي. ا على 2 واش تساوي؟ 600 قسمة 2 وتساوي 300 متر. صبناها بقى لي مج هذه خلاص صبناها. 2 هذه والثانية هذه. هاي تبان صح. هنا واش عندنا؟ عندنا ا سي بي. ا سي بي ندو هذا المثلث كامل. انا راح ندي كامل هذا المثلث. راح نستعمل فيه هذا المثلث، راح نستعمل هذا المثلث نوريه لكم. هذا المثلث لا. عندنا زاوية قائمة، زاوية قائمة. هما ما قالولناش هنا باللي عندنا هذا توازي. طالس عنده شروط. اول شرط عنده هو فالنوع لازم يكون عندنا التوازي، يعني نثبتوا هذا يوازي هذا. والخاصيه العكسيه ما نحكيو عليها. في الخاصيه المباشره واش نديروا؟ عندنا هنا قائم وهنا قائم. باش ما نطولوش في هذه النقطه هنايا، باش نروحوا قباله اول حاجه لازم تكتبوا له بلي هذو متوازيين. كيفاش نكتبوا؟ عندنا اي اش عمودي على ابي. اي اش عمودي على ابي. وعندنا ثاني حاجه سي بي عمودي على ابي ايضا. شوف كاينه خاصيه يسموها خاصيه التوازي والتعامد، يعني المستقيمين العموديين على نفس المستقيم يكونوا متوازيين، يعني هذا يتشطب وندو اي اش يوازي سي بي. باش نروح ننتقلوا في التمرين تاعنا، نروحوا للحل. نروح نحلوا التمرين تاعنا. نحلوا اول سؤال هذا. كيفاش بلي واش عندي؟ قلنا خاصيه التوازي والتعامد اللي راح نثبت بها انهم متوازيين. ونبدا نديو اول حاجه كيفاش نحلوها. ناخذ الراس. اهم حاجه لازم يفهموها دراري هي الراس في نظريه طالس. الراس اول حاجه لازم يعرفوها هي الراس. الراس دائما يكون في نفس الاستقامه او في نفس الترتيب مع التوازي. يعني لو كان ندي هذا الراس مثلا، شوفوا التوازي كيفاش راهو والراس شوفوا كيفاش راهو. هنا ما نقدروش ندو هذا الراس، هذا ثاني راح ندو نحكموا الراس ا. تبعوا معايا مليح. ا باش نكتب على ا يساوي ا على ا ويساوي
نكتبوا بهذه الطريقة. نبدأ نبدأ منها، نبدأ اش على بي، اش ومع بي. كنت ذكرت في نظرية طالس انه اول حاجة لازمنا التوازي، وثاني حاجة لازمنا تكون عندنا نقاط على استقامية، يعني اش بي والنقاط اي سي تكون على استقامية. خلاص، هذه على استقامية 3 وهذه على استقامية. نكمل. اي على سي يساوي، واش ندير هنا في هذه المرحلة؟ راح نشطب واش يقعد لنا؟ تساوي، دير كسر اش بي اش اي على بي سي. ان شاء الله تكونوا تفهموا معايا، ان شاء الله تكون واضح. هذه هي القاعده تاع طالس. اذا كتبتوا هذه القاعده حلينا المشكل تاعنا، حلينا اول مشكل عندنا. بعد ما كتبنا العلاقه تاعنا نروح نعوض. قبل ما نعوض نشوفوا واش نحتاج حنا. هنا ندي انا غير هاد الاثنين. على ندي غير هاد الاثنين؟ لانه اللي رانا نحوسوا عليه، المجهول اللي رانا نحوسوا عليه هو بعد ما حطينا قلنا العلاقه تاعنا نروحوا ندو العلاقه اللي نحتاجوها، اللي نحتاج نحسب بها. طبعا انا اول حاجه راح نحوس عليها هي المجهول تاعي. احنا عندنا هنايا نحوسوا على هذا، ولكن احنا في طالس عندنا نخدموا بهذا سي. اسما نروح العلاقه تاعي نحوس على وين راهو سي. شوفوا راهو سي راهو هنا. اذا ندو هذه العلاقه مع هذه. علاه ندو هذه العلاقه؟ لانه دائما في طالس كي تروحوا تحوسوا على مجهول، اصلا طالس حنا فاش نخدموا به؟ نحوسوا به على الاطوال. كي نخدموا في طالس راح ندو كسر اللي فيه البسط والمقام معلوم، مع كسر فيه المجهول نحوس عليه مع معلوم. دائما نستعملوا هذه الطريقه. كيفاش نديروا؟ روح نعوضوا. واش عندنا هنايا؟ راح نعوض لكم هنا. عندنا اي هو 300 على سي مجهول يساوي اش هو 200 على بي اللي هو 600. شوفوا خرج لنا سي مجهول. كيفاش نخرجوا من سي تاعنا؟ نخرجوا بالعلاقه الثلاثيه اللي هي هذه. ندو سي يساوي زوج معالم نحطهم. اول حاجه نديرو كسر اللي نعرفوهم هذو اثنين نحطوهم في البسط اللي هما 300 في 600، 300 في 600 على المعلوم الثالث اللي عندنا، يعني 300 في 600 على 200 كما راني حطيتها هنايا. 300 في 600 نقسموها على 200 وتساوي. نديروا العمليه تاعنا. قبل ما نديروا العمليه هذه ناكد لكم على حاجه او ملاحظه بسيطه. كي تروحوا تحسبوا، ولادكم يحسبوا ولا التلميذ يكون يحسب، ما كاين لا تروحوا تحسبوا ديروا 300 في 600 على 200. كاينه هذه الطريقه ابسط، انكم تنحوا صفر من الفوق وصفر من التحت، صفر من الفوق صفر من التحت. عندنا 300 في 6 على 2، هذه اسهل من انكم تروحوا ديروا 300 في 600 على 200. طبعا اذا كان الطفل ما يستوعبهاش انت قوليها له، معليش قوليها له الخطره الاولى الخطره الثانيه، علميها له حتى يولف هذه الطريقه. ماشي وليدي انا ناقص ما نعلموش هذه الطريقه، ما كلا نعلمها له متفاهمين عليها. والنتيجه هي 900 الناتج. هذا اول واحد صبناه اللي هو سي. اذا واش طلب لنا في السؤال؟ قلنا احسب طول الانبوب، ما قاليش احسب لي اي وحده واحسب لي اي سي وحده واحسب لي، قال لي احسب كامل الانبوب. احنا حسبنا سي. اول واحد صبناه هو سي، هذا صبناه 900 متر. هذا ما ذكرتوش بلي مجهول من قبل ماشي مشكل. عندنا هذا اللي هو سي دي. سي دي كيفاش نخدموه بهذا المثلث. عطاه لنا قائم مدهولنا. حنا نخدمو فيثاغورس. كنت ذكرت انه ما قراوهش، مازال ما قراوهش. والمثلث قائم واش نكتبوا في المثلث القائم؟ سي جي دي. لدينا واش دير؟ تحكموا بهذه الطريقه. تبعوا معايا في المثلث مليح. ها المثلث حنحوسوا على هذا. واش ندير في هذا المثلث قائم؟ واش لدينا؟ شوف ايش ديروا. اول حاجه لازم يعرفوها التلاميذ هي الوتر. اذا عرفوا الوتر حكموا هذا الضلعين. هذا الضلعين يجوا قائمين وحدهم مع بعضهم، وهذا الضلع هذو القائمين يجوا مع بعضهم، وهذا الضلع نخلوه واحد. واش نكتبوا هكا. نكتبها لكم هنا. سيدي يساوي هو الوتر. باش تفرقوا بينهم هو يجي وحده يساوي. نحكموا هذه جي سي
زائد جي دي، هذو يجوا بنفس الحرف عند الزاوية القائمة. فهمنا عليها؟ ما دوش تروحوا ديروا مربع مربع مربع، معليش. سي دي مربع يساوي، عندنا جي سي مربع هو 240 مربع، زائد جي دي، جي دي راهو 100 مربع. نروحو عندنا سي دي مربع تساوي سي جي مربع زائد جي دي مربع. انا هنا عكستها لكم، درتها لكم جي سي، نبداو بنفس الحرف صح. نعوضوا 200 هذه 240 مربع زائد 100 مربع، يعوضوا بالآلة الحاسبة. واش يديروا؟ يكتب 240 كاينه اكس مربع في الآلة الحاسبة، هكا يجي دايره قبالة، ولا كاينه اكس ايكغيك على ما اظن في الآلة الحاسبة. بهذه الطريقة يدير هذا العدد ويدير اكس مربع، تخرج له النتيجة. هذا سهل، درناه في السنة الأولى المتوسط. كي يكون عندنا 100 مربع واش نكتبو؟ نحكمو الواحد، ندو الصفرين هذوك مربع، معناتها هذا الصفرين نتكررو مرتين، يعني 2 و2 4. أو نستعملو الآلة الحاسبة ونحسبو النتيجة. نصيبو بعد ما نجمعوهم نصيبو سي دي مربع شحال يعطينا. الجذر التربيعي كيفاش نديرو في الآلة الحاسبة؟ نكتب جذر ونكتب هذا الرقم الداخل. جذر أول حاجة نديرو علامة جذر في الآلة الحاسبة، ومن بعد ندير هذا الرقم ونكتب تساوي. وفي الآلة الحاسبة هذيك الصغيرة تجي كحلة اللي أنا شخصيا قريت بها، هذيك تمشي بالعكس، تكتبوا الرقم ولا العدد ومن بعد ديروا الجذر. بهذه الطريقة نصيبوا شحال يعطينا سي دي. نصيبوا سي دي تساوي 260 متر. صبنا سيدي، صبناه، نروحو نكتبوه 260 متر. نعاودو، صبنا اسي، صبنا سيدي، صبنا دي اللي هو 300. واش بقى لنا؟ يبقى لنا او اف. كان بقى لنا او اف، نروحو ندو المثلث هذا تاع او اف. هاي زاوية قائمة، يعني عندنا المثلث او اف ال القائم في اف. واش عندنا فيه؟ عندنا في السنة الثالثة متوسط هذا الفصل يقراو الكوس. وشنو هو الكوس؟ قلنا راح نعلمكم الطريقة اللي فهمتها لتلاميذي، ان شاء الله يعني تعجبكم. واش ندير؟ واش درت لهم؟ قلت لهم هنا عندنا تشوفوا في هذه الزاوية راح نصنع عين. تبان لكم العين؟ عين تنظر. هذه العين راهي تنظر. شوفوا كي تحطي عينك هنايا، نقول التلميذ تاعي وقف هنا، وحط عينك هنا كي تنظر من هذه الجهة، يعني كأنه عينك ماشي انت توقف هنا، عينك نحطها هنا. نحط العين تاعي هنا هاي مفتوحة، شفتوها؟ عندنا هذا كي تشوفوه واش يمثل لك بالنسبة لك؟ هذا يمثل لك أقرب شيء إليك، ها هو منا. هذا خلاص أول حاجة ندو هذا نسموه الوتر باش نحوه من تقولوا لي كي يخزر هنا، يقول لي هذا انا شفته هنا. هذا اتفقنا عليه وتر، اتفقنا عليه في نظريه فيثاغورس. هنايا قلنا بلي هذا وتر، وهذا الزوج الضلعين الاخرين بقى وحدهم وتر. خلاص اكدنا منه الحين نمشي. بقى المشكل عندي في هذا اثنين، شكون هو المجاور شكون هو المقابل؟ صح، هذا يخزر فيه. هذا كي يشوفوا بالعين المجرده تاعو هنايا واش يمثل له؟ راهو مقابل. وهذا واش راهو مجاور. صح، تفهمنا على هذه؟ واش ندير؟ كوز واش يساوي؟ الكوز ولا الجيب تمام ولا كيفاش اسمه؟ الكوز واش يساوي؟ كوز زاوية نسميوها اف. واش يساوي؟ يساوي المجاور على الوتر. صح، نحكمو بالتعويض. هايليك كوز الزاوية 60 درجة يساوي المجاور شكون؟ هاوليك المجاور 280. صح، الوتر المجاور على الوتر، هاوليك الوتر تاعنا يساوي او
اف. والمجاور هذاك نعوضو بالحروف، نكتبو كوز زاوية 60 درجة يساوي، ولا الزاوية اللي عطاوها لنا هما، هذه هما عطاونا 60 زاوية او اف ال، عطاوها لنا هما 60. نديرو كوز 60 درجة يساوي المجاور اللي هو اف ال على اف او ولا او اف. تفهمنا؟ صح. نروح نكمل. واش ندير تساوي؟ دوكا حنا المجهول تاعنا هو راهو لتحت، تشوفوا فيه صح. راح نعطيكم واحد العلاقه ثلاثيه بسيطه تستعملوها باش تعرفوا كيفاش تخرجوا اذا كان المجهول في المقام ولا في البسط ولا كان مجهول هنا. علاقه رياضيه بسيطه. واش تقول 6 تساوي 12 قسمة 2. شوف. او علاقه ثانيه تساعدكم اكثر، 4 تساوي 12 قسمة 3. 12 نقسموها على 3 تعطيني 4، لأنه 4 في 3 تعطيني 12. اتفقنا؟ روحوا لهذه المجال، هذو أحد أرقام بسيطة ونقدر نستعملوها. 12 واش يساوي؟ يساوي 4 في 3 بهذا 2. وهنا واش يساوي؟ هنا واش يساوي 12؟ 6 في 2، يعني هذا في هذا. يعني إذا كان المجهول تاعكم هو 12 تدو هذا في هذا. نروحوا المجهول الثاني. عندنا 4 تساوي 12 على 3. نفرض المجهول هو 4. سهلة، 4 هو 12 على 2، يعني هذا خرجناه وهذا خرجناه، بقى لنا 3. 3 واش تساوي ب 12 والربع. دائما اكثر حاجه ناكد على التلاميذ انه كي تكون عندنا الضرب نحلوه بالقسمه، كي يكون عندنا القسمه نحلوها بالضرب. يعني يكون عندكم ضرب وقسمه ما تدخلوش الزائد والناقص في الوسط. يعني في هذه العمليه يا اما نستعملوا ضرب او قسمه. واش ندي 3 واش تساوي؟ هي 12 في 4. خطا. 3 تساوي 12 قسمه 4 وتعطينا 3. تفهمنا على هذه؟ صح. نروحوا نعاودوا نرجعوا للتمرين تاعنا. هنا او اف واش تساوي؟ هي هذه 3. دينا 12 اللي هو 280، قسمناها على كوز 60 درجة. ما نكتبوش النتيجة. كيفاش نحلو هذه بالآلة الحاسبة؟ 80 ديروا قسمة، نفتح قوس، نكتب كوز 60 درجة ونغلق القوس ونكتب تساوي. النتيجة تخرج لنا 560. علاش قلت لكم ديروا العمليه كامله وعلموا الآلة الحاسبه؟ من ذاك هذا الكوز كديروه ما يخرج قيمه تامه، يخرج قيمه ناقصه واكثر يخرج هكا. فتروح التلميذ واش يدير كوز هذه 60 يصيبها من بالي 0 فاصل كذا، زعما نفرضوا 0.6666، يروح يدير رقمين برك بعد الفاصله، يروح يديهم يرفدهم ويخدم بهم. وصلنا لاخر مرحله وهي مرحله الجمع. نجمعوا الانابيب اللي سبناهم اللي هما عندنا اول انبوب 900 ا سي، وتقدروا ديروا اذا طلب لنا هذا اي سي بينك فاش نخرجوه، نديروا 900 نقصوا 300 نلقاو هنايا 600. حنا ما طلبوش منا، طلبوا منا مباشره طول الانبوب. كيفاش نديروا؟ عندنا 900 نزيدوا لها 260 نزيدوا لها 300 ونزيدوا لها 560. عندنا اف يساوي 900 نزيدوا لها 260 نزيدوا لها 300 نزيدوا لها 560 نصيبوا 2020. اذا كان